قولي لي يا اختي، هو صحيح الرجاله لما بتكبر عقلها بيصغر، ولا دي حاله مخصوصه بس لابو سيد؟ الراجل يا اختي يقوم من الصبحيه. يلا يا بامبا بقى اصحي عشان عايز اخرج. طب قول يا صبح، رايح فين على الصبح يا دي الراجل؟ رايح السيمه يا فتاح يا عليم. هروح فين يعني؟ هروح فين على الصبح يا بامبا؟ وانا عارفه يا اخويا، ما انتوا كده يا صنف الرجاله ميه من تحت تبني. وبعدين بقى رايح الشغل يا بامبا. ارتحت بقى؟ لا مرتحتش. طب عن اذنك عن اذنك اهو بشوف حالي عشان اخرج. ومستعجل قوي كده ليه يا ابو سيد؟ بقول لك رايح الشغل. وهو اللي بيروح الشغل يبقى الضربه مستعجلها قوي كده؟ عجايب، هي اسطوانه كل يوم اسطوانه ما بتخلصش؟ ما قلت لك 100,000 مره الشغل بمواعيد، عندنا ساعه لازم نمضي فيها. امشي بقى ولا التحقيق لسه ما خلصش؟ وحياتك وسابني وخرج، وبقى يا اختي ملهوف، ما تفهميش ليه. مش ليا حق بقى يا اختي الفار يلعب في عبي؟ رحت لافحه هدومي ونازله عند عمك حسنين البقال اللي تحتنا بعد ساعه كده، ورحت طالباه في الشغل. الو. ايوه الو يا بامبا، عايزه حاجه؟ اطمنت يا حبيبتي شويه، لكن قلت في عقل بالي يمكن الراجل اطمن ان انا كلمته وهيخرج يروح هنا ولا هنا، وحياتك ما فاتت ساعة تانية الا ورحت مكلماه تاني. الو. الو يا بامبا، عايزه حاجه؟ اصدق بقى يا اختي ان الراجل ابو سيد حقيقي في الشغل؟ وحياتك ابدا ما دخلش عقلي الكلام ده. يكونش يا اختي فيه راجل معاه صوته زي صوته وبيخليه يرد عليا ويكلمني وهو داير على حل شعره؟ يا ما تحت السهي دواهي. وحياتك رحت لابسه وعلى المصلحه بتاعته عدل. زملاته يا اختي شافوني بقوا يبصوا ويتشاوروا وهم عارفيني، ما انا دايما يا اختي بروح له. امال ايه، ما هي الواحده مننا لازم تفنجل عينها قد كده. الراجل يا اختي اول ما شافني انخض. الله، ايه في ايه يا بامبا؟ الله، ايه اللي جابك؟ ولا حاجه يا اخويا، جيت اطمن. تطمني على ايه؟ الله، انت مش لسه مكلماني الو الو في التليفون مرتين؟ لا السمع مش زي المشاهده يا ابو سيد. نعم، واطمنت يا اختي؟ حظك كويس من السما تلاقي حد قالك ان انا جايه. انت قلت لحد انك جايه؟ لا ما قلتش، لكن تلاقي حد برضو قالك. كويس كده. بص كده، شوف الزملاء، شوف الزملاء، شوف بص علينا ازاي. بصي بصي اتفرجي. وابص يا اختي الاقي زملاته كلهم متلميين حوالينا، والراجل بقى في نص هدومه، وهم بقى اللي يضحك واللي يتنقور واللي يتصعب. لكن وحياتك ولا همني، انا كان كل اللي يهمني ان اطمن الراجل في الشغل وانه ما بيروحش هنا ولا هنا. والراجل قال لي يا اختي وهو عينه محطوطه في الارض ومش قادر يبص لزملاته. طب روحي بقى يا بامبا، روحي. مبسوطه كده بيتفرجوا علينا زي اليمين ده بكره بقرشين؟ يعني كانت لزومها ايه الفضايح دي؟ مع السلامه. ورجعت يا حبيبتي على البيت وقعدت استناه. اقوم يا اختي ابص الاقيه متاخر يجي نص ساعه عن ميعاده، وجاي ولا كأن حصل منه حاجه ابدا. رحت طالعه فيه تلاقيك كنت مع واحده. واحده مين واتنين مين يا ست هانم؟ برضه ده وقت اروح فيه اقابل في واحده؟ امال اتاخرت ليه؟ يا ست الاتوبيسات، ما انت عارفه زحمه المواصلات يا بامبا. بقى ده كلام يا ناس، بقى ده كلام يا عالم. الست دي هتربي لي الخفيف. يا ست هانم احنا كبرنا على كده، عيب اللي بتعمليه ده. الغيره يا بامبا لازم يكون لها اساس، ثم كمان ما يصحش ما تبقاش مبلوعه مع ناس محترمين كده زي حالتنا. وحياتك كلمة منه وكلمة مني، الحتة اتلمت وقعدوا يتفرجوا علينا زي اختي ما يكونوا بيتفرجوا على السيمة، وكل واحد منهم وكل واحدة اشي يتنقور واشي يتقوز ويقولوا قال ايه ست كبيرة وخرفت، وقال ايه الناس بتكبر تعقل وانا بكبر انصغط. برضو ده يصح والنبي؟ هو انا يا اخواتي هلاقيها من مين ولا من مين بس؟ يا عيني عليا.